ماشي. الحلقة التانية لشركة سوني. ازيكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات اللي انا لسه برضو ما سميناهاش اي حاجة، ولكن ان شاء الله هنلاقي لها اسم كويس. هنتكلم في الحلقة دي عن نظرة سريعة على اللي قدمته شركة سوني لينا في سنة 2023 من كاميرات وعدسات. كانت سنة غنية الصراحة للشركة دي، انا شايفها. قدمت لنا تقريبا 6 كاميرات و5 عدسات اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، ولكن الديفرنت او الحاجه المختلفه ان الحاجات اللي قدمتها من كاميرات، خصوصا كاميرات غنيه كده. الواحد يعني فعلا يفخر ان هو يشتري كاميرا من الكاميرات دي. كلهم حلوين، كلهم جامدين. وهنتفرج عليهم واحدة واحدة. بدأنا في شهر يناير وعدسة من شركة سوني 2070 اف 4 جي، عدسة زوم من 20 مللي لغايه 70 مللي اف 4. هتنفع لناس كتير قوي من المصورين، ولكن طبعا عشان اف 4 دي فمش هتلاقي ناس كتير قوي مهتمه بيها. الناس بتحب دايما الدبث والعزل، وده بيجي من فتحه العدسه الواسعه. ما اعتقدش ان العدسه دي لاقت ترحيب او جمدان كبير قوي من السوني يوزرز او الناس اللي اتبسطت منها، ولكن هي عدسه نزلت في شهر يناير، ودي كانت اول حاجه طلعتها شركه سوني في السوق. كانت العدسه السوني الاف اي 2070 ملي اف 4. بعد كده بنيجي في شهر فبراير، شركه سوني قدمت لنا العدسه ال 50 ملي ال 1.4 الجي ماستر. لو انت تعرف او مستخدم لعدسات سوني وكاميرات سوني، عارف يعني ايه عدسه جي ماستر. بيني وبينكم، مهما كانت الشركات التانية قدمت كواليتي في العدسات قوي، اذا كان كانون ونيكون، يبقى سوني في عدسات الجي ماستر تحس ان هي من منطقه اخرى. يعني عدسات بتبقى يعني كلاريتي بتاعها والبوكيه بتاعها والدبث او الشاربنس بتاعها بيكون ممتاز ومخيف جدا. انا جربت عدسات من دي كتير، والموضوع الصراحه بحس ان الشكل الصوره بتطلع كلير قوي. العدسه 50 اللي نزلت هي طبعا برايم لينس 50 ملي. الابتشر بتاعتها او فتح عدسه 1.4 لغايه اف 16. وزنها كان 516 جرام، يعني نص كيلو، برضو مش عالية قوي. وبرضو ممكن ابقى اسيب لكم سامبل للصور اللي بتصورها العدسة دي. ولكن طبعا لما نيجي نتفرج على الاسعار بنلاقيها تقريبا ب $1300، ودي ارقام بقت مخيفه قوي الصراحه عندنا. يعني لو بتكلم بقى عن مصر، فدي الارقام دي بقت مخيفه. يعني انت بتتكلم داخلين في 60 70 الف جنيه. فالاسعار طبعا احنا مالناش علاقه كده، احنا بنتكلم على كواليتي الحاجه وازاي كانت حلوه في السوق والكلام ده كله. لكن الاسعار محدش يكلمني عشان انا ماليش دعوه. انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي وخلاص بقى. بعد كده في مارش طلعت لنا بقى ايه الزبده. بدات سوني تقول لك ايه بقى، لا تعالى ده انا هطلع لك شويه حاجات السنه دي رهيبه. وطلت علينا بالكاميرا الزد في اي 1. الكاميرا دي لما نزلت يعني لاقت يعني احتفالات رهيبه لاسباب كتير. اولا هي كاميرا كومباكت صغيره جدا ب 12 ميجا بكسل، فول فريم سنسور. واحنا نادرا ما كنا بنلاقي الشكل ده، الشكل الكومباكت الصغير. الزي في اللي هي الكاميرات اللي هي زي بتاعت الفلوجينج والكلام ده كله، هي الصغيره نازله بفول فريم سنسور وبنفس الحجم الكومباكت 12 ميجا بكسل. ايزو برفورمانس رهيب، اداء ايزو رهيب في اللو لايت، لان هي اصلا ميجا بكسل قليله، فهتديك اداء في اللو لايت حلو مع فول فريم سنسور. كان الموضوع الصراحه مخيف. انا عايز اقول لكم ان الاداء بتاعها كل الناس شكرت فيه بشكل رهيب. والكاميرا نفسها 483 جرام، فهي كاميرا خفيفه جدا وصغيره وفول فريم 12 ميجا بكسل. فكان الصراحه يوم ما نزلت الكاميرا دي كانت عامله شغل جميل جدا. تعالوا نشوف شويه مواصفات او شويه كلام عن الكاميرا دي. زي ما قلت لكم هي فول فريم كومباكت كاميرا و12 ميجا بكسل، والايزو بتاعها بيبدا من 40 لغايه 409000. طبعا احنا مش هنتكلم عليها ان هي بتصور فوتو، هي ملهاش علاقه خالص بالفوتو، ولا يعني انت بتصور فيديوهات، احنا ملناش علاقه بالكاميرا دي خالص. فيها استابلايزيشن 5 اكسس ايمج استابلايزيشن، يعني حاجه قويه جدا. طبعا مواصفات الفيديو بتوصل لغايه 4K 60 فريم مع الفول فريم سنسور. لا يعني الكاميرا دي فعلا لما نزلت كانت عامله ضجه رهيبه. هي الفكره بس ان بطاريتها كانت صغيره، وفي ناس كتير قوي هي بتقول هي بتسخن شويه بعد مده معينه، ان هي بتسخن. ولكن كل الكاميرات بتسخن. انا كاميرتي الميرور ليست الكبيره الحلوه من بطاريه كبيره بتسخن على ال 4K، فطبيعي طبعا بروسيسنج عالي مع ال 4K والسنسور الكبير والكلام
والكلام ده كله، فطبيعي ان هي بتسخن يعني. الكاميرا دي يوم ما نزلت او لما نزلت يعني من فتره صغيره كان ثمنها يتراوح من 2200 دولار لغايه 2400 تقريبا. ارقام ملناش دعوه بيها، انا عارف الارقام عاليه، ولكن اللي بيستفاد منها او اللي بيدخل منها فلوس هيعرف قيمه الكاميرا دي. انا شايف ان هي من احلى مميزات الكاميرا دي ان هي صغيره وفول فريم و12 ميجا بكسل، فانت لو بتصور فيديوهات الكاميرا دي هتكون بالنسبه لك خطيره. ودي كانت اول كاميرا نزلت السنه دي من شركه سوني، الزد في اي 1. وبعد كده نزل بعديها على طول الزد في 1. احنا عندنا زد في اي 1 وعندنا زد في 1. الزد في 1 دي كاميرا قديمه وانا كنت عامل لها ريفيو، هسيبها لكم في الاي هنا عايز تتفرج عليها. نزل منها الفيرجن الجديد زي في 1 مارك 2. طيب الزي في 1 مارك 2 دي بتتكلم في ايه؟ دي بتتكلم في حاجه بسيطه جدا، هي كاميرا كومباكت بتستهدف الفلوجرز والناس اللي عايزه كاميرا صغيره تصور بيها فيديوهات وتعمل فلوجات بيها، وفي نفس الوقت مش اسعارها هلاميه يعني. لو انت كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت بتاعه كانون هتلاقي كنت انا بتكلم عن الكاميرا الكانون الار 50 اللي هي برضو كاميرا مستهدفه الفلوجرز والناس اللي بتعمل فلوجات وبتصور فيديو. كانت كاميرا كويسه وحلوه والكلام ده كله، بس الكاميرا دي يعني اصغر. بس الكاميرا الار 50 فيها تغيير عدسات، دي ما فيهاش تغيير عدسات. الكاميرا بتنزل بفيكسد لينس، هي 20 ميجا بكسل، والفوكال لينث بتاع العدسه بتاعتها من 18 لغايه 50. وزنها 292 جرام، وزن خفيف جدا. انت لو رايح في اي مكان او بتعمل اي حاجه الكاميرا دي تحطها في جيبك حرفيا. حتى الفيرجن اللي قبل كده كان تحطه في جيبك حرفيا ما فيهوش اي مشاكل، وتخش اي مكان بدون ما حد يكلمك يقول لك معاك كاميرا او مش معاك كاميرا او الكلام ده كله. فيها 2.8 اكس اوبتيكال زوم، فدي برضو حاجه كويسه. وما فيش مواصفات يعني ما فيش رغي كتير قوي في الكاميرا دي، كاميرا بسيطه. وكان ثمنها تقريبا 700 وشويه، كان ثمنها 750 او 800 دولار. ف ما عنديش رغي كتير في الكاميرا كانت عاديه خالص. انا مش شايف ان هي فيها اي يعني حاجات خطيره او هايلايت اكلمك فيه، ولكن هي كاميرا كانت كويسه. بعد كده شركه سوني عملت ايه بقى؟ قالت لك في جولاي قالت لك انا هنزل كاميرا وعدسه. اول عدسه نزلت كانت ال70-200 الاف 4 الجي فيرجن 2. ستيل برضو عدسه عاديه 70-200 زي اللي احنا بنجربها اف 4، مفيش اي مشاكل فيها. ولكن قالت لك بقى ايه، لا ده انا هنزل كاميرا جامده جدا برضو في الفيديو. الناس اللي متابعه الكاميرات والكلام ده عارفين ان حته سوني في الفيديو حته حلوه كده خطيره يعني. مفيش كاميرا بتستهدف الفيديو غير لما انت تكون مبسوط وساتسفايد قوي بيها. فراحت نزلت لنا ايه بقى؟ نزلت لنا السوني اي 6700. سوني زمان كانت عامله كاتيجوري كده من ال600 او ال6000، كان في ال6300 6400 6600، ودلوقتي الاي 6700. مش عارف في 6500 ولا لا، مش متذكر يعني، ولكن في دلوقتي اي 6700. الكاميرا دي انا مسكتها بايدي، كاميرا حلوه كده. هي الفكره بس ان هي كاميرا ايه، اي بي اس سي سنسور، يعني كروب فريم سنسور مش فول فريم. وبرضو انا مش بشوف ان في مش اختلافات يعني، مش تجديره يعني انا امسك كاميرا كروب فريم. مهم ان هي بتديني الغرض بتاعي. كاميرا 26 ميجا بكسل، والايزو رينج بتاعها بيبدا من 100 لغايه 32000، وتكسباند الايزو كمان لغايه 102000. بتيجي بالاي ماونت بتاع سوني. شاتر بيوصل لغايه 1/4000. وزن الكاميرا تقريبا 490 جرام. هي كاميرا صغيره حرفيا. هي كل الستلافات برينج صغير كده بتبقى صغيره، ولكن ككواليتي فيديو يعني الاي 6600 و6400 لو دخلت وسرشت على اليوتيوب هيقول لك ان الكاميرتين دول قعدوا بتاع 4 سنين من افضل كاميرات صناع المحتوى. اي حد عايز يصنع محتوى الكاميرتين دول. كان معاهم الكانون M50 زمان والام 50 مارك 2، ولكن الكاميرتين دول كانوا بيقدموا لك كواليتي في الفيديو مخيف وكان حلو جدا. 26 ميجا بكسل، وقلنا الرينج بتاع الايزو بتاعها. تعال نشوف مواصفات الفيديو. كانت بتوصل لغايه 4K 120 فريم، فانت عايز اكتر من كده ايه؟ 4K 120 فريم. كروب سنسور، ولكن يعني خلاص مفيش كاميرات من الكاميرات اللي احنا قلنا اللي فاتت دي كانت بتدي نفس الاوبشنز اللي موجوده في الكاميرا دي. والكاميرا دي كان سعرها 1400 ل 1700. هو بيديك، انا عندي على الويب سايت بيديك اوبشنز اللي هو مثلا كاميرا بعدسه من غير عدسه مش عارف ايه فيها حاجات زياده الكلام ده كله، لكن اقل كاتيجوري فيها كان 1500 دولار. ستيل برضو كاميرا في الميد رينج، وكان ما بينها وما بين الزد في اي 1 اللي هي ال 12 ميجا بكسل اللي اتكلمنا فيها اول مره تقريبا 800 دولار فرق. بس الكاميرا دي الصراحه تديك كل اللي انت محتاجه. بعد كده سوني في اغسطس بتنزل لك العدسه 16 35 2.8 جي ماستر فيرجن 2.
اي حد بتاع فيديو، اي حد بيصور بجيمبل، بيصور فرنتشر، بيصور ويدنج، بيصور اي حاجه، الفوكال لينس بتاع 16 35 ده رقم واحد عنده، او ال 15 35 لو انت بتصور بكانون يعني. لكن رينج 16 ده رقم واحد عنده. لما يبقى عندك عدسه زي دي جي ماستر حلو، لكن جي ماستر فيرجن 2 فانت ابديت جديد للازاز بكواليتي حلو والكلام ده كله. انا محتاج اعرف بس العدسه دي كانت بكام. العدسه دي مش موجود سعرها حاليا، مش عارف اجيب سعرها. سعرها 2000 وسعرها 2000، اقل سعر فيها $2300. ارقام مخيفه يا جدعان، بس الصراحه يعني كانت تاخد كواليتي عدسات رهيب يعني. كده كده اي حاجه جي ماستر بتبقى كويسه. مع العدسه دي نزل كاميرتين، نزل الاي 7 سي ار، وار اختصار للريزوليوشن يعني كاميرا فيها ميجا بكسل عالي، ونزل اي 7 سي مارك 2. احنا عندنا من كام سنه كان عندنا الاي 7 سي بس، نزل منها الاي 7 سي مارك 2 ونزل الاي 7 سي ار عشان تبقى الكاميرا فيها نفس المميزات، ولكن الار دي فيها ميجا بكسل اعلى. طيب فيها ميجا بكسل قد ايه؟ 60 ميجا بكسل، فول فريم سنسور، معاك كومباينيشن رهيب، ايزو برفورمانس بيوصل لغايه 122400، شطر على واحد، ماكسيمم شطر واحد على 4000، وفيها وزنها 515 جرام. كاميرا صغيره على فكره، الاي 7 سي ده كاميرا قد كده مش كبيره، ولكن بمميزات الميرورلس ومواصفات الميرورلس الجامده، وفيها فليب اوت سكرين، وفيها كل المداخل والمخارج اللي انت ممكن تحتاجها في كاميرا. وكمان سعرها مش عايز اقوله لكم عشان ما تتخضوش، ولكن خلينا نتكلم الاول على بقيه السبيكس. فيها ايمج ستابلايزيشن لغايه 7 ستوبس، رقم طبعا ابن ناس يعني، وجامد جدا. في الكترونيك شاتر، وفيها لغايه الميكانيكال شاتر واحد على 4000، الالكترونيك واحد على 8000، وبتصور لغايه 4K 60 فريم. فده شيء برضو جميل جدا يعني. هي تنفع في الفوتوغرافيا وتنفع في الفيديو كويس، ولكن طبعا ادائها في النويز والكلام ده كله هيكون سيء قوي 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 عشان 60 ميجا بكسل. الكاميرا دي ثمنها $3000. طبعا ده مش رقم عادي يعني، ده رقم ضخم جدا، ولكن ككاميرا كانت ممتازة جدا. بعيدا عن اسعار الحاجة، انا بديك نظرة على اللي حصل من الشركة. انا لغاية دلوقتي مش شايف ان في اي حاجة من اللي نزلت من شركة سوني فيها مشاكل، فيها حاجات وحشة، فيها مش مرضية او مش مرضية للسوني يوزر. الصراحة السنة دي كانت لسوني خطيرة خطيرة خطيرة. بعد كده عندنا الاي 7 سي مارك 2، كاميرا لذيذه وصغيره، 33 ميجا بكسل، فول فريم، سيموس سنسور، ايزو رينج بيوصل لغايه 204000، اي ماونت لعدسات سوني، شاتر سبيد بيوصل لغايه 1 على 4000، ووزنها 514 جرام. بالنسبه لمواصفات الفيديو فهي بتيجي تصور لغايه 4K 60 فريم غالبا، وبتصور لغايه كونتينوس شوتنج 10 فريم بير سكند. في الالكترونيك شاتر بيوصل لغايه 1 على 8000. خلينا عارفين ان شركه سوني بما انها يعني كويسه جامد جدا في الفيديو، فاي كاميرا دلوقتي هتلاقيها نازله مش هتلاقيها بتصور اقل من 4K 60 فريم او 5 او 30 25 فريم. بقى ال 4K ده بالنسبه لهم عادي يعني. في حاجات بقى اوفر سامبل، حاجات تانية انا مش عايز اخش في تفاصيل قوي للكاميرات، ولكن انا بديك نظره عامه لاسامي الكاميرات واسعارها اللي نزلت في السنه دي. دي كانت الاي 7 سي مارك 2. بعد كده اخر حاجه في نوفمبر نزل عدسه ونزل كاميرا، يعني دي بقى نقف نتكلم عليها حبه. بالنسبه للعدسه كانت نزلت ال 300 مللي 2.8 الجي ماستر، ماشي مالناش علاقه، ما بحبش انا العدسات الضخمه قوي دي، ولكن هي ليها ناسها اللي هي وايلد لايف والسبورتس. ونزل ايه بقى يا باشا؟ نزل الاي 9 مارك 3. بص بقى يا باشا، الكاميرا دي هي حلوه ليه بقى؟ اولا هي ميرورلس، وكاتب لك بقى ايه؟ وورلدز فيرست فول فريم 24 ميجا بكسل جلوبال شاتر سيستم اند 120 فريم بلاك اوت فري كونتينوس شوتنج. يعني ايه بقى يا باشا؟ يعني هي الاولى في العالم اللي بتصور الفول فريم سنسور بتاعها 24 ميجا بكسل وفيها جلوبال شاتر، وبتصور 120 فريم بير سكند، 120 صوره بير سكند. طب ايه جلوبال شاتر دي؟ الجلوبال شاتر ده اللي بيديك كونتينوس شوتنج سريع جدا لغايه 120، بالاضافه لشاتر سريع جدا بيوصل لغايه 1 على 80000. رقم طبعا مهول ومخيف، مع 25 ميجا بكسل او 24 ميجا بكسل فول فريم ستاكت سيموس سنسور. السنسور ده حاجه اسمها ستاكت، ممكن تخشوا تعملوا سيرش عليه على جوجل يعني ايه ستاكت سنسور. هو حاجه اجمد من مش عايز عشان يعني يعتبر اجمد من فول فريم عادي، لا ده ستاكت فول فريم سنسور. وزنها 617 جرام. هقول لك سعرها كمان شويه، بس خلينا نتكلم على السبيك لان سعرها اصلا يشتري عربيه يعني.
الايزو رينج عندها من اول بيبدا من 125 ايزو لغايه 51200. فيها ايمج استابلايزيشن 8 ستوبس. طبعا بتستخدم الاي ماونت بتاع سوني، عدسات بقى الجي ماستر والحاجات دي كلها تركب. الشاتر سبيد 1/80,000 الكترونيك شاتر وميكانيكال شاتر. بتصور كونتينوس شوتنج 120 فريم بير سكند، ده رقم كبير جدا، تخيل في الثانيه تطلع 120 صوره. بتصور 4K لغايه 120 فريم، رقم طبعا جامد جدا. على الكاميرا دي رهيبه، او لغايه 280 كمان فريم. و مش عارف اقول لك ايه تاني، وزنها 617 جرام. المهم يعني ان الكاميرا دي سعرها $6000، يعني تتكلم في 300,000 جنيه مثلا. طبعا هي ارقام بتبقى ساعات مبالغ فيها، انت شايف ان هي مبالغ فيها، ولكن هل دي تستحق الفلوس دي ولا لا؟ ده الكلام اللي احنا ممكن نتكلم فيه. كاميرا زي دي نازله يعني في الاخر انا كشركه نزلتك كاميرا بحاجه جديده، انا براحتي بقى اسعر. ايش عرفك الحاجه دي كلفت كام او ثمنها كام في السوق او الكلام ده كله؟ انا معايا حاجه جديده جلوبال شاتر بقى، وواحد على 180,000 اسمه ايه ده، سرعه شاتر، و120 فريم بير سكند، وصور 4K 120 يعني براحتي بقى احط السعر اللي انت عايزه. ده كان كل حاجه من شركه سوني. تقييمي للموضوع سوني الصراحه في سنه 2023 ابدعت، مش هقول لك اكتر من كده. طلعت لنا شويه حاجات جميله الصراحه. انا كنت في ايفنت كده تبع سوني واتفرجت على الحاجات دي ومسكت الحاجات دي. ما حصلش نصيب ان انا امسك الحاجات دي بشكل كبير، ولكن مسكتها بايدي وجربت ومش عارف ايه. شركه سوني شركه جميله وعظيمه، ودخلت السوق بقوه وقت ما كان في ناس محتكرين السوق بتاعها. بتكلم في الميدل ايست او في مصر عموما، انا بتكلم اكتر في مصر لان انا دي الحته اللي انا قاعد فيها. ولكن في الاخر كمميزات ومواصفات وكاميرات واشكال وكواليتي، سوني ابدعت سنه 2023، والمتاكد ان 2024 هتكون نقله اقوى ليها في كاميراتها وعدساتها والحاجات بتاعتها. بس اتكلمنا كده عن كانون واتكلمنا عن سوني. ان شاء الله في حلقه كمان عن كاميرات ومميزات عدسات وكاميرات من شركه نيكون. اتمنى تكون استفدت وعجبتك الحلقه، واستفدت وعرفت انت السنه اتلمت ازاي من شركه سوني لو انت مهتم بشركه سوني. ولو انت مهتم بكانون وما اتفرجتش عليها، فهسيب لك الحلقه في الاي، انا عملت حلقه قبل دي لشركه كانون. وان شاء الله لو انت مهتم بنيكون انتظر الحلقه القادمه. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الجامد، واعمل سبسكرايب بالقناه لو انت مش عامل، وسيب لي رايك في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.